مم. اوكي تديها كم من 10؟ مرحبا يا أصدقاء، كيف الحال؟ معكم كارل. ازيكم عاملين ايه؟ كنوع من نقل يعني الثقافات وكده، النهارده هنشارك معاكم رأي كارل في الشاورما المصري من سلسلة تجربة الأكل العربي. الفراخ تبلتها قبلها بيوم بخلطة توابل كده انا اللي عاملاها في البيت. حطيت عليها معلقة كريمة طبخ لان بصراحة ما كانش عندي زبادي. ده بقى فلفل الوان، المفروض بصراحة كان يبقى فلفل اخضر بس مش عندي، وده بصل وطماطم، يعني مكونات بسيطة اللي هو الاساسية بتاع الشاورما المصري. انا بستخدم في الطبخ دايما بشكل عام زيوت صحية، فده كان زيت جوز الهند، بصراحة ما غيرش في الطعم وكان حلو جدا معاها يعني. في ناس بتحب تحط البصل في الاخر وكده، بس انا بصراحة من الناس اللي ببدأ بالبصل، بحس لما بيتدبل الاول بيدي طعم مميز اكتر، وكمان هتشوفوا هحط بصل تاني. بضيف بقى الفراخ بعد ما البصل بيتدبل شوية. لازم بقلب بقى يعني البصل مع الفراخ وكده والزيت كويس جدا، ما سيبهمش كده عشان المية ما تخرجش، مش عارفة يعني كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر، بس انا بحس اما بقلب كده بتبقى يعني بتدي زي بالنسبة لي بيكون افضل، وفي نفس الوقت الزيت بيغلف الكل. بعد كده بقى هضيف شوية بصل تانيين بحيث ان هي خلاص قربت تستوي يعني، فبتدي طعم مميز جدا الحركة دي. انا بصراحة بحب اضيف بقى الفلفل والطماطم، وزي ما شفتوا كده جزء من البصل في الاخر خالص، اللي هو يدوب بعدها بس دقيقتين وبقفل. مش عارفة الكل بيعمل كده ولا لأ، بس انا بحب اضيف فص توم في الاخر، بتدي طعم مميز، بس انا من محبين التوم، وبالنسبة له هو برضو عادي بيحب التوم يعني. هتلاحظوا لونها غامق شوية عشان الفلفل الاسود، واللي هو الحبة الكاملة او الكوبيبة، مش عارفة اسمها ايه، الحبة الصيني تقريبا، فهي اللي بتغمق لونها شوية بس بتدي طعم مميز. متحمس للشاورما المصري؟ I'm ready for it. اوكي يا ابدأ جربها. بسم الله. اوست، ممكن تجرب من غير طحينة الأول؟ It's soft. Okay. يعني جرب Let's معلقة get كده some يكون فيها كل حاجة. peppers, and then let's get like وبصل. let's get onion. يس. Okay. The onion. The onion is running away from me. The البصل tomato. بيجري منه يعني. Okay. Okay. Let's. It's okay, it's okay, it's okay. Here we go. It's a Yeah. nice bite. Yeah. Bismillah. It's smooth. طعم عامل Smooth. It's soft. It's mild. You like it or you didn't like Not it? spicy. حبيتها ولا ما حبيتهاش؟ I enjoy it. Alhamdulillah, it's very. اوكي خد، احنا بس هو اخد قطمه زي ما قلت له بالعيش، بس للاسف عشان كنت باينه في الازاز فقلت له يعمل تاني. خد بسم قطمه الله. من بالعيش يعني. It's very. You're very generous. طعم عامل ايه؟ Very mild. It has flavor, but it's not a strong flavor. It's not spicy. التوابل يعني مش كتير فيها، مش نكهتها مش اللي هو قويه تضايق، عشان هو بيضايق شويه من التوابل. حبيتها اكتر بالعيش ولا من غير العيش؟ The bread reminds me of like whole wheat bread. It's العيش فكره باللي هو ما بيكون عيش قمح كامل، بس هو مفيهوش قمح خالص. not overcooked. It's مش مطبوخه زياده عن اللزوم الفراخ. the chicken is not dry. مش ناشفه يعني، بقول له ممكن تجربها مع الطحينه.
يقطع اكتر بالطحينة ولا من I غير think I طحينة؟ like it a little bit more with tahini, حبها اكتر شوية but I بالطحينة. I'm curious what it will taste like with hot sauce. بيقول لها هيبقى يعني متحمس يعرف او عنده فضول يعرف ازاي هتبقى طعمها مع يعني اللي يكون صوص شطة يعني. اديها درجة من 10. Well, I give it A plus. A plus. So كم من 10 يعني؟ So هو اداها is- A plus بس. اوكي تديها كم من 10؟ What? عشان قطعنا بس وبعدين رجعت تاني عشان اساله هيديها كم من 10. So you want me to rate it from? Okay. I'm gonna give it like 8.8. 8 و8 من 10. مع السلامة. Thanks for watching. بالعربي بقول شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. شكرا انكم لكم اتفرجتوا اتفرجتوا على الفيديو. على الفيديو.